السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وعلى صحابته أجمعين. يلا بينا يا ست الكل كده نبدأ ونقول بسم الله، ويلا بينا كده نعمل حاجات جميلة للمدارس، لأن بصراحة أسعار الجبن بقى مبالغ فيها جدا. خلينا نعمل البرجر الفراخ النهاردة بطريقة بسيطة وبكمية وفيرة كده، وخلينا نقول على بركة الله هنعمله أحسن من اللي بره. يلا بينا نبدأ. عندنا نص كيلو من الفراخ الصدور، او انا اللي استخدمتهم هنا بصراحة دول فصين من الصدر، خلاص مش موجودين يبقى هنجيب نص كيلو بانيه عادي خالص، مفيش اي مشكلة. هنضربه في الكبة بايه؟ بمعلقة كبيرة من البصل البودر ومعلقة كبيرة من الثوم البودر. لما بتضربيهم في الكبة مع الفراخ لوحدهم بيدوا الفراخ ريحة حلوة جدا. خلاص، هنا عندي كوباية من الفول الصويا منقوعة قبلها كده بحوالي ربع ساعة، مش اكتر من كده. دي كوباية بس، هو لما بيتنقع كده حجمه طبعا الكمية بتاعته بتزيد. هننزل عليهم بايه؟ بحباية من البيض. ركزينا بقى في شوية البهارات اللي جايين علشان دول اساس الطعم يا ست الكل. عندي هنا معلقة كبيرة من الماجي الفورية، معلقة مليانة كده محترمة، وكمان جنبها نص معلقة بيكنج باودر من معلقة الطعام. كمان ونص معلقة بهارات همبرجر. ركزينا بقى يا ست الكل في شوية البهارات اللي جايين لان دول اساس الطعم. عندي معلقة ونص من معلقة الطعام بهارات فراخ اللي هي ماجي الفورية، تمام. وعندي كمان معلقة من الفلفل الاسمر، معلقة من البابريكا، معلقة كمان من بهارات البرجر، وعندي نص معلقة قرفة ومعلقة بيكنج باودر ونص معلقة ملح. يلا بينا، دول اساس الطعم يا ست الكل. بعد ما عملنا الحاجات الجميلة دي هنعمل ايه؟ هنرجع، احنا ضربنا خلاص الفراخ في الكبة، هنرجع نضرب برضو نفس الحاجة كده في الكبة. يلا نديهم تقليبة كده مع البضاية، وبعدين ننزل بيهم تاني في الكبة نضربهم ضربة كويسة جدا. يلا بينا كده بقى، بسم الله، نضربه ضربة قوية قوي في الكبة علشان ناخد الطعم بتاع بره. برجر الفراخ او طبعا اي برجر الحاجات اللي بتتحط لها زي البصل والثوم بيتحطوا بودر مش فريش يا جماعه علشان ناخد الطعم اللي بره بالظبط. يلا بينا بقى كده. بصي مش قادره اقول لك والله، طبعا البهارات اللي احنا حاطينها وكل حاجه الحمد لله لازم تدوقي طبعا على طرف لسانك كده الحاجه طعمها مظبوط، ناقصه ملح ناقصه حاجه، الحمد لله كل البهارات بتاعتنا مظبوطه جدا، والطعم مش قادره اقول لك بيبقى حلو قد ايه. احنا هنا استخدمنا فول الصويا بس صدقيني بره احنا النهارده حطينا كوبايه واحده على النص كيلو فراخ. تخيلي بقى ان بره ممكن يحط على الربع كيلو فراخ مثلا نص كيلو ولا كيلو فول صويا. فاحنا هنا النهارده عملنا بكميه وفيره بس بطريقه مضمونه شويه عن بره. جبنا المكبس بقى زي ما انت شايفه، ما عندناش مكبس، غطا البرطمان الكبير شويه هنحط فيه. بس اهم حاجه يا ست الكل لازم نحط الكيسه علشان ما يلزقش مننا، سواء هنعمله في غطا برطمان او هنعمله في المكبس زي ما انت شايفه. جبنا المكبس وبليت ايدي بله خفيفه عشان العجينه فيها تلزيق، فبله خفيفه جدا كده ببل ايدي بيها. وادي حجم الكوره اللي احنا هنستخدمها اهي، ادي حجمها. خلاص، جبت الكوره كده نزود كمان عليها علشان تبقى زي بتاعه بره بالظبط. ادي كده. طبعا اللي انا عامله عليه ده دي اكياس التلاجة. خلاص كده شويه كده، دي اكياس التلاجة. انا طبعا فاتحه الكيس 2. بسم الله كده. خليني اقول لك نصيحه بسيطه جدا، لو هتعملي برجر الفراخ يا ست الكل او اي برجر، نصيحه مني ليكي اعمليه قبلها بيوم او قبلها بيومين. كل ما قعد في التلاجة في البهارات والخلطه بتاعته كل ما كان طعمه بقى احلى واجمل من بتاع بره بكتير. زي ما هتشوفي معانا، بصي شايفه المنظر ده كده، زي ما انت شايفه كده حجم القطعه، عملنا حجم قطعه حلوه جدا. بصي شايفه الجمال والحلاوه. هنعمل ايه دلوقتي؟ كل قطعة هعملها زي ما هي كده. قلنا بنفتح كيس التلاجة على 2 الاكياس الكبيرة، هتقولي له كده الكيس الحجم الكبير. خلاص، كل قطعة تعمليها تركنيها زي ما انت شايفاها كده في الكيس بتاعها، واحفظي بقى في التلاجة براحتك يا ست الكل لمدة معاكي لحد شهر. برجر زي الفل كده. امتى بقى بنعمل الساندوتش ده يا ست الكل؟ زي ما انت شايفة كده، بصي القطعة وجمالها، شايفة
السمك بتاعها مش قادره اقول لك بيبقى طعمه حلو قد ايه. انت بنعمل الساندوتش ده لما يكونوا الولاد، احنا طبعا مش كل يوم هنعمله، لما يكونوا الولاد طالعين من المدرسه وهيروحوا على طول على درس، فبتعمليه علشان تبقى حاجه مشبعه عبال ما يخلصوا مدرسه ويخلصوا درس ويرجعوا البيت قرب الساعه 5، فبتبقى دي حاجه مشبعه ليهم. زي ما انت شايفه كده يا ست الكل، شايفه الجمال والحلاوه، الكميه التحفه اللي احنا عملناها. يا ترى يتجابوا بكام من بره دول؟ احنا عملنا النهارده برجر الفراخ واستخدمنا الفول الصويا بكميه معقوله كده، مش كميه زايده عن حدها، عشان كل حاجه تبان طعمها. قد ايه البهارات اللي بتبقى محطوطه فيه مظبوطه جدا. بصي شايفه اصلا حجم القطعه عامل ازاي، القطعه شكلها كده جميل وحلو، وكمان البهارات اللي محطوطه فيه مظبوطه جدا. خليني برضو اقول لك نصيحه بسيطه جدا قبل ما ننهي الفيديو ان شاء الله، انا هسويه في الفيديوهات القصيره وهوريكي شكل القطعه بعد التسويه بتبقى عامله ازاي، لان زي ما قلت لك مستحب جدا تعمليه قبلها بيوم او بيومين وما تستخدموهوش في نفس اليوم، علشان البرجر كل ما قعدت التتبيله فيه كل ما بان طعمه. نصيحه مني ليكي بسيطه، ما تعمليش كميه كبيره، يعني مثلا ما تروحيش تجيبي كيلو فراخ وتقولي اعمل كميه الشهر كلها، لا يا ست الكل، اعملي الكمية اللي تناسب معاكي اسبوع اسبوعين. يعني انا ده ممكن مثلا نستخدم منه مرتين للمدرسة، ومرة تانية برضو ممكن نعمل كده اكلة بسيطة جنبها مكرونة، وكل واحد قطعة، لان القطعة ما شاء الله زي ما انت شايفة كده حجمها كبير، فهيكون مناسب جدا. القطعة كفاية قوي يعني طبعا على شخص واحد كفاية قوي القطعة، لان زي ما انت شايفة ولسه لما تستوي كمان وتقعد في التتبيلة بتاعتها حجمها بيكون مناسب جدا. لو عجبتك القناة ما تنسيش الاشتراك فيها وتفعيل الجرس علشان يوصلك منا كل جديد، واوعي تنسي اللايك الحلو اللي بنستناه منك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.